حبايبي حبايبي عاملين ايه يا ولاد؟ والله وحشتوني، ما نزلتلكوش فيديوهات من زمان ومحدش معبرني منكم ولا بيسأل عليا. بصوا بقى انا جبت لكم النهارده يا ولاد افضل تتبيله ممكن تعملي بقى السمك المطبوخ او المشوي او المتحمر القمر ده. النهارده هحمر معاكم السمك بطريقتين. شايفين السمكتين الحلوين المقلبزين دولت وسامعين صوت القرمشه؟ والسمكه التالتة بقى تختهم الصغيره هتتحمر بطريقه تانية. وهقول لك النهارده بقى على افضل طريقه ممكن تعملي بها رز الصياديه. بصوا والله افضل من رز المطاعم بكتير بكتير. هقول لك بس على ضفتين صغيرين كده تحطوهم على الرز وانسي بقى اي رز صياديه، والسمك هيطلع معاكي في منتهى الطعامه واللذاذه والكل يشكرك عليه. بس بعد ما تلاقي العيال اكلوا كده وقالوا لك تسلم ايدك يا ماما هم وباباهم وكل مبسوط منك كده بطعم الاكل وجماله، ما تنسيش بقى تدعي لي دعوه حلوه كده. وبعد الدعوه الحلوه تحط لي اللايك والشير والاشتراك بالقناه. حط اللايك دلوقتي وبرجعي ادعي لي دعوه بعد ما تجربي طريقتي. اقول لك بقى على التوابل اللي لو حطيتها على اي سمك هغير طعمه خالص، وهتقولي انا ما اكلت السمك بالجمال ده قبل كده والله. اول حاجه معلقه كزبره ناشفه كبيره، معلقه كمون كبيره، نص معلقه بابريكا، نص معلقه شطه، نص معلقه كاري، نص معلقه كركم، نص معلقه زنجبيل واهم حاجه الزنجبيل، معلقه فلفل اسمر كبيره، معلقه توم باودر كبيره. لخبط اللخبطات دي كلها على بعضها، وممكن تعملي كميه بقى وتحطها في برطمان لما تيجي بقى تشوي سمك، تحطها على الخضار بتاع السمك لما تيجي تحمري تعملي صواني اي حاجه هتدعيلي والله. خدت جزء كده وحطيت عليه معلقتين ملح. الاتنين كيلو السمك بياخدوا معاكي معلقتين ملح كبار، بيطلع معاكي مظبوط ان شاء الله. يعني الكيلو السمك بياخد معلقه هرميه كبيره. بعد كده طبعا كنت غاسله السمك ومنضفاه وحط عليه ليمون ودقيق وزنجبيل. التلاتة دولت حاجه اساسيه في تنظيف اي زفاره عندي، وخصوصا الزنجبيل. يعني الزنجبيل ده كفيل ان هو ينضف لك اي حاجه زفره. بعد كده طبعا بتمسكي السمك بتاعك بتقطعيه قطع صغيره، بتسيبي السمكه كده كامله زي ما هي وتفتحيها وتحشيها بقى بالتتبيله اللي انت عايزاه. اعمل ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهسيب لكم برده في اول تعليق مثبت طريقه تنظيف السمك من اوله لاخره. بس انا ما نزلتش المره دي طريقه تنظيف السمك عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، وكمان اكتركم ستات شاطره وعارفين طريقه تنظيف السمك، بس انا هسيبه برده عشان اللي عايز ايه يرجع له. بعد كده حبايبي بقى انت لو عايزه تقسمي السمكه 2 أو 3، في سمك طبعا كبير عن كده خالص، او تقطعيه حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين كده، وتسيبي السمكه ماسكه نفسها وتحشيه بقى ايه بالخلطبيطه الحلوه دي قوي. بجد والله يا جماعه الحشو ده حلو قوي في السمك. وعلى فكره برضو ممكن وانت بتشوي السمك تفتحي السمكه وتطلعي المراره منها وتحطي من الحشوه ديت مع شويه بصل كده مع طماطميه مع قرن فلفل اخضر وتحشي السمك بيه. يعني تقطعي الخضار بتاعك اللي هو البصل والطماطم والفلفل، وبعد كده تاخدي شويه من التوابل ديت تلخبطيها كده على الخضار بتاعك، وبعد كده تحشي بقى السمك وتشويه. بيبقى رهيب والله يا جماعه. طبعا شيء اساسي انك تمسكي السمكه كده وتعصري عليها ليمون قبل ما تحط فيها ايه الحشوه ديت من بره ومن جوه زي ما انتم شايفين كده، علشان الليمون بيديله مزازه كده، وكمان بيخلي ايه الحشوه تمسك عليه من بره ومن جوه. اللهم صل على النبي. بعد كده نزلت بشويه زيت سخنتهم كويس، وبعد كده نزلت بالبصل بتاعي. قطعت البصل بالجنب بتاع الشيبس علشان اولا بيبقى ساهل ومش بيوجع عيوننا، وكمان بيفضل محتفظ بالميه بتاعته ويبقى طعمه حلو وبيتحمر معاكي بسرعه. لو انت ما عندكيش مبشره بتاع الشيبس حط البصل بس قبل ما تحطيه في الزيت، قبل ما تقطعيه قصدي، لمده 10 دقايق في الفريزر، وطلعيه وقطعيه بالسكينه. مش هتحسي انك عامله حاجه خالص. لكن بلاش تعملي البصل وانت رايحه تحمريه بالجنب بتاع البصل، لان بيسرد ميته وبياخد فتره طويله قوي على ما يتحمر، وبصراحه بحس ان القيمه الغذائيه بتاعته كلها راحت في الميه. طبعا سبت البصل يتحمر مع نفسه كده، وبعد كده بقى ايه هعمل الكفر الخارجي بتاع السمك. خدت شويه من التتبيله اللي انا عاملاها ونزلت عليها برده بشويه ملح ومعلقتين نشا وثلاث اربع معالق ايه دقيق. وهكتب لكم كل حاجه في صندوق الوصف ان شاء الله. وبعد كده بقى هعمل لخبطتها التانية اللي تدينا طعم حلو قوي. كوبايه ميه، وعندك بقدونس، عندك كزبره، عندك شبت، عندك كله، حط من كل حاجه شويه. ضيف على الحاجات ديت قرن شطه حراق على فصين توم. ما عندكيش شطه حراق او مش عايزه السمك يبقى حراق حط قرن فلفل اخضر، واضربهم كلك في الخلاط. وبعد كده اقول لك هنعمل ايه بقى. طبعا البصل بتاعي ما شاء الله احمر خالص اهوت. قبل ما تحط الرز تكون غاليه الميه بتاعتك وتنزلي على طول على البصل وتسيبيه يغلي ايه بالتوابل اللي فاضله.
ولو عندك مكعبات مرقه دجاج انزلي باتنين. وبعد كده بقى تغطي على الحاجات دي وتسيبها تغلي مع نفسها كده، وتكوني غاسله الرز بتاعك قبلها، لان الرز لما يكون مغسول مش بياخد معاكي فتره طويله على النار، ولو انت مبتدئه في طبيخ الرز مش بيحصون منك وبيطلع مظبوط جدا. بعد كده بقى ايه، نروح بقى اللخبطيطه اللي احنا ضربناها في الخلاط، هصفيها خالص زي ما انتم شايفين كده على الدقيق بتاعي والحاجات اللي انا حطيتها. الخلطه دي يا جماعه بتخلي طعم السمك حلو والله. الكفر الخارجي نفسه بتاكليه مش بتسيبيه من جماله. بعد كده بقى بتمسكي السمك بتاعك. انا طبعا ضفت شويه كركم عشان ايه الكفر يبقى اصفر شويه كده، مش عايزه اضيف كركم برضو شيء يرجع لكم مش مشكله، بس انا بحب اضيف الكركم علشان يديني صفار كده للسمك. وكمان الكركم صحي جدا. لقيت الكفر بتاع السمك هيبقى سيل شويه، ضفت له شويه دقيق. لازم القوام بتاعه يبقى تقيل زي الزلابيه كده او العجينه بتاعه الكريب، لان لو بقى سايل مش هيمسك على السمك ولا كانك عملت حاجه. بعد كده بقى هضيف معلقه سكر على البصل والميه بتاعه الرز. معلقه السكر بتخلي الرز ايه مديكي تسكيره كده وطعمه حلو قوي بجد والله يا جماعه، رهيب. يعني انا مش عايزه اتكلم كتير والله. باذن الله هتدعوا لي وهتعملوا طريقه وترجعوا تقولي لي إيه، ترجعوا كلكم باذن الله مش واحده بس تقولي تسلمي ايدك يا ام شيماء. بعد كده بقى نعمل الكفر الخارجي. اول حاجه كوبايه دقيق ضفت عليها معلقتين نشا، وبعد كده بقى شويه التوابل اللي كانوا فاضلين من تتبيله السمك والرز والحاجات اللي انت شفتها قبل كده، وترجعي تحطيه تاني في الدقيق. وبرده هوريكم دلوقتي هعمل لكم سمكه اللي انا ما حطيتهاش المره التانية دي، ما حطيتهاش في الدقيق. ممكن تعملي كده وممكن تعملي كده، يعني ممكن تطلعي السمك من الكفر اللي هو السائل ده وتحطيه في الزيت على طول. انت دلوقتي هتشوفي السمكه اللي هعملها كده حلوه برده وجميله خالص والله. في ايدك دي وفي ايدك دي، يعني بجد انا لقيتهم زي بعض. لو مش عايزه تحيري نفسك وتعملي الطبقه بتاعت الدقيق ديت ما تعمليهاش. حطي السمكه في السائل ده وطلعيها حطها في الزيت على طول، مش هتفرق عن التانية حاجه. بس بلاقي ناس كتيره بتعمل ايه الحركه دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يبقى التتبيله اللي انا عملتها عملت بها 4 حاجات. حطيت على الرز، غلفت السمك، ورجعت حطيت تاني على السائل اللي انا خلطته في الخلاط بعد ما صفيته طبعا، ورجعت حطيت على الكفر الخارجي اللي هو الدقيق، كوبايه دقيق معاها معلقه نشا. النشا بتخلي السمك مقرمش معاكي سامعين. يعني لا تقولي لي سمك مطاعم ولا غيره، هو السمك ده هتعمليه وبعد كده ما عدتش هتعملي السمك غير بالطريقه دي. طبعا الرز بتاعي ما شاء الله طلع مفلفل وحلو خالص، هو كده مظبوط. هقولك تعملي الرز ازاي وتعرفي اذا كان مظبوط ازاي. بس عيالي بيحبوا الرز متلدن شويه، فانا ضفت له كمان نص كوبايه ميه مغليه. طبعا الرز ده اذواق، في ناس بتحبه حبايه يعني مفلفله كده، بس عيالي مش بيحبوا كده خالص. طبعا اول ما بتحط السمك في الزيت بتهدي النار عليه، وخصوصا لو سمك كبير علشان يستوي معاكي. واول ما تلاقيه خلاص استوى وبقى احمر و10/10 في بدايه تاني ترفعي النار علشان الزيت، عشان السمك ما تكون شربت زيت من النار الواطيه، ترجع تطلع الزيت اللي فيها تاني. ما تسيبيش النار عاليه على طول على السمك، هيتشوط منك من بره وهتلاقيه من جوه مش عاجبك، وممكن تحسي فيه الطعم مش حلو خالص. بتوقفي السمكه برده على ظهرها وتحط زيت في قلبها زي ما انتم شايفين كده. شوفوا ايه اللي بيحصل في الفيديو واعملوا زيه وباذن الله هتدعوا لي. السمكه طبعا الثالثه ديت زي ما انتم شفتوا كده انا خدتها على طول من اللخبطيطه اللي انا عملتها ديت وحطيتها على طول في الزيت، ما اختلفتش عن التانيين خالص. بالعكس انا شايفه شكلها احلى ومش مكتومه زي التانيين، لان الدقيق بينحرق اصلا. فانا حبيت اعمل لكم الطريقتين واللي انتوا عايزينه اعملوه، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وبالصحه والعافيه على قلوبكم كده. الرز علشان تطبخيه يطلع مظبوط معاكي، معروف ان كوبايه الرز بتاخد معاكي كوبايه ونص ميه، او تحط ايدك كده لحد ما تلاقي الميه طلعت عند ايه اول دراعك كده، بعد ما تعدي الكف بتاعك. امي كانت معلمانا كده زمان يعني، بس احنا دلوقتي بقينا يعني ايه بنعرف الرز كده مع نفسنا. لو طبعا الرز بيختلف عن بعض، لو لقيت الرز مثلا عايز شويه ميه تانيين يغلوا له شويه ميه وحطهم له. بلاش تحط ميه كتير على الرز، يعني افضل انك تشوي الميه وتضيفي شويه بشويه. وملحوظه مهمه يا حبايبي، الرز بتاع الصياديه اللي هو الرز الاحمر بياخد ميه كتيره عن الرز الابيض، يعني ما تكيليش الميه بتاعت الرز الابيض وتحطها للرز اللي هو معمول بالبصل، لا مش هيطلع مظبوط معاكي خالص ويطلع مفرفر ويعوز ميه تانية. وافضل حاجه لطبيخ الرز سواء رز ابيض او رز صياديه انك تغلوا له الميه عشان يطلع مظبوط معاكي، وخصوصا لو انتوا بنات مبتدئه. وربنا يحسن ما بين ايديكم. بعد كده غرفت بقى وكسرت اللون بشويه كزبره كده مع شويه سلطه كده، وجربي الطريقه وارجعي قولي لي ايه رايك. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك بالقناه. مع السلامه.